الحالة اللي بتعمل حقن مجهري وما يحصلش نصيب وتيجي معانا أو تجيلنا في أول زيارة بعد الحقن المجهري والمحاولة ربنا ما كتب لهاش النجاح، أكتر سؤال سائلها وأكتر سؤال إحنا ما عندناش للأسف إجابة واضحة له. مش هقدر أعمل زي الرائج يعني وأقول هنعمل بقى تحاليل ومناعة وتجلط وتخثر المادة الوراثية والكلام ده. يا جماعة كله كلام مش علمي. في الواقع ما حصلش حمل علشان النسب بتاعت حضرتك جت مع اللي ما حملوش، وفي غيرك نسبها جت مع اللي حملوا من فضل الله. طب إحنا المفروض نعمل إيه؟ هل نعمل تحاليل؟ هل نعمل اشعاعات؟ هل نعمل ايه؟ طب ازاي نعلي النسب؟ طيب لما اجي اعمل المره الجايه ايش عرفني ان انا هحمل؟ ما انا ممكن يحصل كده برضه. المفروض نعلي النسب بالتكرار، نعلي النسب بالتكرار. بقولها تاني، المفروض نعلي النسب بالتكرار. يعني ايه؟ يعني الحقن المجهري في العالم كله في بعض الدول بتاخد باكج للحقن المجهري، بتقول للمريضه انا هعمل لك حقن مجهري 6 مرات. ما تستغربوش، ايوه في امريكا في ولايات معينه بتقول للمريضه انا هعمل لك حقن مجهري 6 مرات بكذا. 6 مرات دي المريضه بقى ملهاش دعوه، تعمل مجمد تعمل فريش، المهم ان هي هيتنقل لها 6 مرات أجنة. المفروض انه اكتر من 95% من المريضات يحملوا في خلال ال6 مرات دول. طب تاني نقولها بشكل اسهل شويه، لو انا عندي 100 مريضه عملت لهم الشهر ده حقن مجهري، 40 منهم بس اللي حملوا و60 ما حملوش. ال60 دول انا خدتهم الشهر اللي بعده دخلتهم دوره حقن مجهري، 30 حملوا و30 ما حملوش. يبقى انا كده عندي كام من ال100 حملوا؟ عندي 70 من ال100 حملوا بعد المحاوله الثانيه، متبقي 30. ال30 دول هاخدهم وادخلهم محاوله حقن مجهري، هيحمل منهم 15. يبقى أنا عندي دلوقتي 85 مريضة حملوا في خلال 3 محاولات حقن مجهري. ال15 المتبقيين دول غالبا بتبقى حالتهم صعبة شوية، اللي ما حملوش بعد المرة الثالثة أو الرابعة علشان نكون منصفين. في منهم اللي مش هنعمل له حاجة خالص وهندخله محاولة 4 و5 و6، وفي منهم اللي محتاج ان احنا نعمل له تحاليل واشعاعات لو الدكاترة حبت تريح دماغها هتقوم عاملة لحضراتكم تحاليل كتير قوي واشعاعات كتير قوي وتقول لك بصي مفيش حاجة، او تقول لك بصي في مش عارف ايه هنا كده نسبتها عالية شوية. فاحنا لما نيجي هنعمل حسابنا ان احنا نديكي مثلا حاجة للسيولة وحاجة للمناعة. في الواقع ان الحاجة اللي نسبتها عالية شوية دي مش هتأثر على نتيجة الحقن المجهري، وفي الواقع ان الحاجة بتاع السيولة والحاجة بتاع المناعة مش هتأثر على نتيجة الحقن المجهري. لكن الحاجة الوحيدة اللي هتأثر هي التكرار. وانت يا عم عمال تقول تكرار تكرار، وانت عاوزين تعملوا لنا حقن مجهري وخلاص. هو انتوا شايفين ان الموضوع دوت بالساهل علينا الشكشكة والحقن والانتظار والترقب؟ لا، انا واحد من الناس مقدر جدا وعارف جدا قد ايه الموضوع صعب، لكن يصعب عليا ان انتوا ينضحك عليكم بسيف التوتر اللي انتوا بتبقوا فيه بعد عدم نجاح المحاولة. فبحاول اقول الكلام العلمي اللي يرضي ربنا ويرضي ضميري ويرضي العلم اللي احنا اتعلمناه.